السلام عليكم البنات، شراكم شحوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل لاباس وبخير وعلى خير يا رب. اليوم درت لكم وصفه قلب اللوز، وصفه سهله وبسيطه وناجحه. بالنسبه للبنات درتها في القرعه. بالنسبه اللي ما عندهاش ميكسور، ما عندهاش روبو، ما عندهاش بيترا، انا اختصرت عليكم العمليه هذه ونتمنى تجربوها وتعجبكم وتخليوا لي التعليق تاعكم. تابعوني حبوباتي نوريكم الطريقه. عندي هنايا 2 كيسان من السكر، راح ندير الكاس تاع السكر معاه 2 كيسان ماء. صافي درت 2 كيسان تاع السكر، راح ندير ربع كيسان من الماء. الاول، الثاني، الثالث، الرابع. كاس من السكر، 2 كيسان من الماء. هذه الشربات تاعهم. نخلط السكر مع الماء جيدا ونحطها فوق النار. شوفوا البنات، هي تبدا تغلي، نحسب لها 15 دقيقه 20 دقيقه ونطفي عليها النار. هنا البنات عندي دقيق. بالنسبه للدقيق هذا يتباع عند لوازم الحلويات، قولي له برك اعطيني دقيق تاع قلب اللوز، هو يمدهولك. فوالا انا شريت تاع الميزان البنات. راح نستعمل منه ربع كيسان. الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث والكاس الرابع. عندي هنا 2 كيسان من السكر، عندي كأس من الزيت، عندي نص كاس من الحليب، وراح نضيف له نص كاس من الماء الزهر. 2 كيسان سكر، كاس حليب، نص كاس من الحليب ونص كاس من الماء الزهر. نحط، شوفوا البنات اني قلت لكم راح نديرو في القرعه. بالنسبه للبنات اللي ما عندهاش ميكسور، جبت لكم الطريقه هذه ونتمنى تعجبكم. بربي ان شاء الله وصفات اقتصاديه، وان شاء الله يعجبكم وصفاتي. شوفوا البنات، انا درت لها البوشات هذه وراح نحط السكر هكا باش ما كلاه سما يسيح لي السكر. انا من قبل درته معكم بالميكسور وذوك درت لكم بالقرعه. شفت البنات بزاف يقولوا ما عندناش ميكسور، ما عندناش بيترا، ما عندناش. خممت فيكم وجبت لكم الوصفه هذه. شوفوا هنا راني حطيت السكر تاعي كما راكم تشوفون. بعد ما حطيت السكر نحيت البوشات وحطيت الزيت وراح نضيف هنايا. شوفوا البنات، انا درت الطاس هذا باش على الشكل هذا باش نعبي بيه القرعه باش ما يسيحليش الحليب وما الزهر تاعي اللي درتهم. شوفوا راني حطيتهم هنا في القرعه. نخلط هنايا الخليط، نقفل القرعه ونخلط الخليط حوالي 10 دقائق. نخلطه جيدا 10 دقائق 15 دقيقه. فوالا هنا حطيت الخليط تاعي كما راكم تشوفوا. ونخلط المكونات جيدا مع بعض. بعد ما نخلطهم البنات جيدا راح نخليها حوالي 20 دقيقة ترتاح هكا باش تشرب السكر تاعها وتجي وصفة ما شاء الله. بالنسبة للصينية تاعي راح ندهنها بالزيت. بالنسبة للصينية الطول تاعها 30 والعرض 24 سنتيمتر، 30 على 24 سنتيمتر. فوالا هنا بعد ما دهنتها بالزيت وبعد ما ارتاحت لي 20 دقيقة راح نحط الخليط تاعي. ونحاول نسويها ونعدلها وبعدين نهز البلاء ونخبطه بهذه الطريقة باش تجي متساوية، ما يجيش طرف خشين وطرف رقيق. عفوا هنا راح نقسمها. بالنسبة كي راح نقسمها ما تقسموش من الفوق لتحت، من الفوق فقط. كان تقسموا من الفوق لتحت يهبط السكر ويعود يتحرق. هنا بالنسبه بعد ما قسمتها انا درت لها الكاوكاو، وانتم اختياركم ديروا كاوكاو ديروا اللوز، كل واحد والمقدور تاعو. ومن بعد ما ندير الكاوكاو ونكمل راح نحطها في الفرن.
هنا بعد ما حطيتها في الفرن راهي طابت لي تمام كما راكم تشوفوا البنات. راح نعسلها. بالنسبه للعسل تاعي الشربات تاعي راهي تكون بارده وقلب اللوز تاعي تكون سخونه. هذا وين نحيتها من الفرن. بعد ما نعسلها وندير لها العسل كامل نعاود نرجعها في الفرن، بصح الفرن يكون سخون وطافي. طفيتو ونخليها حوالي ربع ساعه هكا باش تزيد تشرب لنا العسل مليح وتجينا طريه. نعاود لكم البنات، هنا بعد ما جبتها من الفرن راهي سخونه والفرن تاعي طفيته وراني درت لها الشربات تكون بارده قلب اللوز سخونه. نعاود نرجعها في الفرن نخليها حوالي ربع ساعه 20 دقيقه يشرب العسل تاعها مليح والفرن يكون سخون. نخليها 20 دقيقه تشرب العسل تاعها مليح ونعاود نجبدها. شوفوا هنا بعد ما شربت لي وشوفوا كيفاه جاتني طريه. نخليها ليله كامله ونعاود نرجع لكم. بعد ما خليتها ليله كامله هنا راني كسمتها وشهيتكم في الجنه البنات. نتمنى تجربوها وتشوفوها وجات بزاف هايله. راح نقسمها معكم هكا باش تاكدوا من الوصفه. اذا حبوباتي هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنسونيش بالدعم تاعكم. دمتم في رعايه الله وحفظه.